ازاي محمد صلاح اتعلم انجليزي من غير ولا كورس؟ محمد صلاح بدأ رحلة احترافه وهو عنده 20 سنة بس، وكانت كل معلوماته عن الانجليزي زي معلومات حمو بيكا بالظبط. I love you baby are you know I love you baby I do know. لا حتى بالعربي. انا لخصت لك ازاي محمد صلاح قدر انه يوصل للمستوى ده. Last couple of weeks or months you became closest to me. Do you think it help you to perform better last couple of months? To be honest, you kill my confidence. انه يستخدم اللغه ويهزر بيها في الثلاث خطوات بس. اول خطوه بحب اسميها الغرقان اللي بيعوم. فلنتخيل انك عايز تتعلم سباحه، هل الاحسن اني اديك محاضره عن ازاي ترفس برجلك وتتحرك بايدك، ولا اني ارميك في الميه؟ اكيد لما تنزل الميه وتعافر وتغلط وبعدين حد يصلح لك هتتعلم احسن، غير لو قعدت اشرح لك وقعدت اديك محاضرات وانت اصلا مش فاهم ولا عمرك نزلت بسين قبل كده ومش عارف انا بتكلم عن ايه اصلا وقاعد سرحان. صلاح دخل لقى نفسه مطالب انه يتكلم انجليزي، فابتدى يحاول ويغلط ويتعلم لحد ما وصل. فلازم تقحم نفسك انك تتكلم كتير جدا وتغلط كتير جدا علشان توصل انك بتعرف تتكلم كويس. ممكن لو ما عندكش حد تتكلم معاه انك تكلم شات جي بي تي وتعمل معاه محادثات بالانجليزي. لكن صلاح لما حب يتكلم انجليزي ما قعدش قدام ورقه وقلم وقعد يدرس ويكتب ويحفظ كلمات. صلاح كانوا الناس بيتكلموا قدامه وهو بيحاول يفهم وبيحاول يقلدهم. علشان كده في طريقه لحفظ القواعد والكلمات وتحسين النطق بحب اسميها التعليم بالمحتوى. الانسان عشان يتعلم اي حاجه بيعدي بثلاث خطوات. اول حاجه انك ما بتكونش عارف ان العلم ده موجود اصلا، زي مثلا ان في الانجليزي علم اسمه علم الصوتيات، ودي بتكون مجموعه من الرموز بتمثل اصوات الحروف. زي مثلا الحرف ده بنمثل صوته بالرمز ده. وتاني خطوه في التعليم بتكون انك عارف ان العلم ده موجود ولكن انت لسه ما دخلتش فيه او لسه ما اتعلمتوش. الرمز ده بيتنطق وبكده انت تكون عرفت ان العلم ده موجود وتعلمته ولكن لسه ما طبقتش الخطوه الاخيره والثالثه وهي انك تطبق عليه. فخلينا ننطق الاربع كلمات دي علشان نطبق على اللي احنا خدناه. book, good, foot, good. وبكده انت تقدر تتوقع نطق اي كلمه بنفس النمط. يعني الكلمه دي هتتنطق ايه؟ هتتنطق wood. طب الكلمة دي صح put. وخلينا برضو نشوف شوية أجزاء من أفلام أو كرتون بيطبقوا النطق ده علشان تثبت في دماغنا أكتر. You could start with a money salad? I could leave too, you know, my friend Hunter's in Montreal. So could you just tell Harvey that I won't be able to make the Logan meeting? This place could really use a woman's touch. Cook out at the Alibi. We've never had someone in the family work as a cook. You can cook too? My mother's a wonderful cook. They need to help me cook too. طيب ازاي تطبق الثلاث خطوات دول لوحدك؟ اول حاجه لازم تخلي شات جي بي تي يعمل لك منهج كامل، وبعدين مثلا هتدرس اول درس اللي هو ده اللي احنا خدناه النهارده. بعد ما تدرسه هتروح تتفرج على اي فيلم او كرتون بالانجليزي وتحاول تطلع بنفسك الحته اللي انت خدتها منه. وثالث خطوه وهي انك تطبق عليها وتحاول انك تتكلم وتستخدمها في جمل او سيناريوهات ممكن تعملها مع شات جي بي تي. دلوقتي انت بتقحم نفسك في محادثات وبتتفرج على محتوى وبتحلله وكمان بتطبق عليه، وعندك خطه شات جي بي تي عاملها لك. فانت كده كانك بالظبط عايش بره زي محمد صلاح. بس هل ده كفايه؟ لا. معظم الناس للاسف بتقعد يوم او يومين اسبوع بالكتير عندها حماس وبعدين الحماس ده بينطفي، وممكن تقعد اسبوع او اسبوعين منطفي وما عندكش اي حماس وما بتمارسش اللغه وترجع مثلا بعد اسبوعين تقول انا هبدا تاني. لكن محمد صلاح لما سافر بره كان بيتعرض للغه كل يوم سواء ككلام او استماع. فلازم حتى لو ساعه او ساعتين كل يوم تعرض نفسك للانجليزي سواء هتسمع فيديوهات او تتكلم، والاحسن طبعا انك تعمل الاثنين كل يوم. ولكن كونك لوحدك فهيبقى عندك 3 مشاكل. اهم واحده فيهم انك هتفقد الشغف بسرعه جدا وهتزهق وهتسيب القصه كلها، وده هيخليك ما تتعلمش انجليزي وما توصلش للي انت كنت نفسك توصل له. وانت لوحدك برضو مش هتبقى عارف انت ماشي صح ولا غلط، مش هيبقى عندك حد يعدلك اول باول بالذات في النطق، ولا هيبقى عندك ناس بتتعلم زيك وبتعدي على نفس المشاكل اللي انت بتعدي عليها فهتشجعك، ولا حد خبير عدى على نفس المشاكل اللي انت بتعدي عليها دي قبل كده فبيرشدك وبيوجهك ازاي تعديها. فلو عايز تعرف ازاي حولنا رحله تعليم الانجليزي للعبه بيدمنها الطلاب دوس على الزرار ده. مش محتاج تروح امريكا عشان تتعلم انجليزي، احنا جبنا لك امريكا هنا. في عيب واحد بس للكورس بتاع انجليزي وهو انك من كتر